السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم وتحياتي لكم. بعد ساعات الحرارة تنخفض 11 درجة ورياح وأمطار رعدية وسيول. في البداية أرجو منكم الاشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود غدا الأربعاء طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء، تكون رعدية أحيانا وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على أقصى الغرب، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيها من 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح سطحية جنوبية شرقية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: القاهرة العظمى 20، الصغرى 14، شبين الكوم 20-14، طنطا 19-14، دمنهور 19-12، الاسكندرية 19-12، مطروح 19-8، السلوم 18-8، بورسعيد 19-14، الإسماعيلية 20-15، العريش 21-16، رفح 22-15، طابة 25-16، سانت كاترين 18-8، شرم الشيخ 29-19، الأقصر 30-15، أسوان 33-16، أبو سمبل 28-18، الوادي الجديد 26-13، حلايب 26-19، شلاتين 27-20. في النهاية لكم مني كل التحية والسلام عليكم.